بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. نوع بقالي فترة كبيرة ما اشتغلتش فيه. وكان تحدي بمعنى الكلمة بجد. نوع من يعني هو مش بديل للأسود جالاكسي، وزي ما حضراتكم عارفين ان انا على طول بخش في الموضوع ما بعملش انترو. الأسود أسواني، خامة مصري ناشفة جدا. ناس كتير شايفاها حلوة. انا اللون مش عاجبني، بس مش انا الاسود جالاكسي انا يعني بحترم قوي فيه ان هو قيم. قيم بمعنى ان هو مصقول بشكل حلو. الفص الذهبي مديله رونق وجمال. آه، زي ما قلت، الحوض اللي انا شغال فيه ده كان تحدي، وكان محتاج مني فعلا مجهود وان انا اشغل دماغي. مش يعني مش حاجة صعبة قوي، بس بجد كان حاجة حلوة ان انا اعرف اوصل للرضا التام من الايه، من الزبون. بسم الله ما شاء الله، ربنا اكرمني وخدت المقاسات. وحصل موقف ان الزبون كان عامل مكان للغسالة الفول اوتوماتيك، فربنا اراد ان المطبخ ضيق. عرض الرخامة، ونركز شوية في المقاسات، 53 سنتي. 53 سنتي وهتعمل فيها حلة. وعلى غير العادة المقاس كان تمام مية مية، لا الغسالة هتيجي فوق اوتوماتيك، فكان لازم الرخامة ينتقص من مقاسها 65 سنتي. فده عمل لي مشكلة في ايه؟ عمل لي انا مشكلة في المقاسات. يعني انا اصلا معايا حلة 52 في 42، هتركب في رخامة 53 سنتي من الاول للاخر. فسألت ليه المقاس ضيق، ورحت وشفت بعناية، لقيت فعلا المقاس ما ينفعش يكون اكتر من كده. في بوتاجاز هيتحط، المقاسات محكومة. الحمد لله بفضل الله، من خبرتي يعني عرفت هعمل ايه، هنفذ ازاي. وكان الشغل كالآتي، ان انا هنفذ ان الرخامة هتعمل لها تخانة من ورا وتخانة من قدام، ووزرة هتتلزق. وهنا السر بقى، ليه هلزق الوزرة مع انها تتلزق في السيراميك، على القرصة، على الألموتال بسيليكون. كان لازم هنا ألزق الوزرة بكلة، والمطبخ يبقى ملزوق تخانات وسدابة اللي هي حاجز المية والوزرة اللي ورا والتخانة اللي ورا كده، كله هيبقى ملزوق، كله هيبقى حتة واحدة بكل رخام. خربشت كويس جدا، ظبطت حالي ولزقت وعملت الخلع اللي انا عايز اعمله. هنا انا بفرز الحلة اللي الحمد لله، الحمد لله بفضل الله مشهور ان انا بعمل الحلة كويس. بفضل الله يعني، ده بشهادة الناس، وانا ببقى راضي عنها يعني بنسبة ميسورة يعني. نفذت الافريز بطريقتي وطريقة اي حد، اللي هي مش صعبة، طريقة مش صعبة يعني، هي طريقة مش صعبة، وربنا يعافينا جميعا يعني. اهو. فالاسود اسواني يا جماعة. هنا التصوير مش جايب النوع، انا ما كنتش جايب النوع هنا خالص. انا جايب ان انا شغال في الحوض في الرخامة والوزنة ملزوقة. حد سألني قبل كده من القاهرة، العروسة ان شاء الله اكيد يعني، ان شاء الله باذن الله، ما اعرفش بجد يعني، ممكن تكون دخلت هي وعريسها اتجوزوا يعني ان شاء الله باذن الله. كانت سألتني على كانت جايبة حوض ماركة عالية، وكانش فيه مساحة اللي انا عملته في مدينة نصر ده. فكان حل من الحلول مرة، وقبل ما اروح انفذ بتسألني هو ممكن تعملها وما تعرضش الرخامة؟ ده ابسط دليل مني ان فعلا الرخامة، انا عرضت هناك الرخامة وخليت بتاعت الموتيل يروح يعملها، لان الحوض كان فعلا عريض. ف
اكبر دليل على كلامي ان ممكن تتعمل الحوض بيبقى مساحته يعني من هنا 6 سنتي ومن هنا 6 سنتي، واتنفذت وبقت 10/10. الحل بتاعها ايه؟ ان انت تلزق الوزرة وتلزق التخانة الخلفية والأمامية والحاجز المية وتشتغل عادي، وربنا بيسر الحال. وده الحمد لله حصل. والحوض كنت راضي عنه بنسبة 100% بجد، مع انه اسود اسواني. انا ما بحبش الخامات المصري كتير، مش الالوان اللي انا بحبها كان كصنايعي يعني. الاحمر اسواني بحبه جدا. الاحمر الاسواني ده انا بحبه بصفة شخصية يعني، لانه فعلا خامة انا يعني مستريح للونها يعني. بس مش كل الالوان المصري ان انا بفكر يعني، مش ببقى ميال ليها اكتر. بيبقى في بدايل مستوردة بتبقى احسن يعني. بس الخامة في الجرانيت كلها يا جماعة واحدة. من الواد البطل اللي ماشي وانا ده محمود ابن علي صاحبي، صاحب المصنع، ربنا يبارك في عمره يا رب. الحوض بسم الله ما شاء الله خد مني مجهود مش كتير. ما حسيتش ان انا متضايق وانا شغال يعني. بجد كان تحدي جميل قوي ان انا هحل مشكلة، ان يعني حد يقول لي تعالى. وكمان ايه يعني، الزبون ده المفروض ان عبد الباقي ربنا يبارك في عمره يعني، قبل ما يجي من السعودية ان شاء الله يجي على خير يا رب من بلده. ف واحد حبيبي واخويا اتصل عليا قال لي عم عبد الباقي مش موجود، وقال لي لما تعوز حاجة عمك كامل موجود. فاتصل عليا ورحت. فده كان يعني حاجة جميلة جدا وحاجة تفرحني ان انا اروح واعمل الشغل. وكان حتى في واقعة عجيبة كده حصلت، ان خدت عربون 1000 جنيه. 1000 جنيه وقعت. مش عارف، ده ملهاش دعوة في السياق يعني باللي انا بقوله. بس سبحان الله ربنا يسر لي ان الناس راجل شهم هو اللي الفلوس سواق، وناس محترمة جدا، وقال لي خد الفلوس بتاعتك اللي وقعت منك اهيت. بعد ما رحت له بعدها بساعتين كده بقول له انا واقع مني فلوس، ده 1000 جنيه، راح جاي مديهاني. سبحان الله يعني، والله ده اللي حصل يعني. سبحان الله. حد واخد باله ان الحوض مش على الكوابيل اللي انا شغال عليها؟ الرخامة اللي انا بفرغ فيها الحوض على الهوا. ايه اللي ماسكها كده؟ حد واخد باله من التصوير ان الحوض اهو كده هنا تقريبا الموبايل كان وقع اهو. ده اللي انا بتكلم فيه بقى اهو. الحتة اللي في الشمال دي ما كانت فول اوتوماتيك، دلوقتي بقت فوق اوتوماتيك. الحتة اللي في الشمال دي بقت مش موجودة اهي. ده مكان الغسالة اهو. هيتقطع من هنا كده زي ما انا بشاور كده. وهنا شوف المكان ضيق ازاي. دي حتة 53 54 في 24. وده المطبخ كله على المساحة عاملة ازاي. والحتة الفاضية دي حط فيها بوتاجاز 90 سنتي. وهنا مكان الحلة الحلة كانت في النص، دلوقتي بقت في طرف اهو. وهنا بشاور بدي لحضراتكم مثل ان الشقة لما تكون خلصانة نقاشة، اي حاجة بنعوز نعملها بنقطع بره علشان شغل الناس اللي قبلنا. الموتيل ده ما يتبهدلش، النقاشة ما تتبهدلش، السيراميك ما يتبهدلش. دي ابسط حاجة ممكن اتكلم فيها اهي. هنا الخامة اظن واضحة. قبل ما تشطب التشطيب النهائي، الحوض الحتة اللي انا بتكلم فيها، شوف الحتة اللي انا بتكلم فيها قد ايه. دي فتحة بتاعة الفلتر عشان ده كله شجرة. فتحة الفلتر هي بتبقى قد الصبع الصغير. الخنصر طبعا عرفت اسامي الاصابع دي قريبا، لا عارفها من زمان بس في واقعة يعني. المهم هنا فتحة الخلاط خلينا على اليمين. المساحة هنا 53 سنتي عرض، والحوض 52 في 42. باين خالص اهي. البرواز ده هتشال، هتحط في الغسالة. وهنا انا عامل سدابة حاجز مية مش بحبه، بس هنا كان ليه لازمة جد بجد يعني. هنا بقى ده كده متشطب نهائي، متشطب خالص، متشطب تشطيب نهائي، وشكله بسم الله ما شاء الله. بس اللون اللي انا بتكلم فيه اللي هو الاسود اسواني، يبقى فيه فص زي ما حضراتكم شايفين، فص بيج. فوقت الفص ده بيبقى زيتوني، فوقت بيبقى فيه بقع كده سمرة.
مش بقع، بس دي شكلها ده الاسود اسواني، اسمه اسود اسواني. وزي ما حضراتكم شايفين كده الاسود فيه مش واضح قوي. بركز هنا على فتحة الخلاط وفتحة الفلتر، بدي فتحة دي اللي انا بشاور عليها. والحتة دي كده كده ده كده تشطيب نهائي، دي لمعته. دي اللي انا بسيبه عند العميل يفضل كده مدى الحياة بفضل الله، مع الاستعمال الجيد طبعا. فعجبني قوي الشكل، مع اني مش من هواة الخامات المصرية، بس زي ما حضراتكم شايفين حاجة يعني انا راضي عنها بجد. فهنا الخلاط، حتى سألت عم الحاج بقول له فين الخلاط، قال لي موجود. فحطيته اكنه راكب، اكن الخلاط راكب. فده الشكل النهائي بتاعه، هيبقى راكب كده. عجبني منظره بجد. خلاط برضو قيم، في الحمام معمول واحد زيه، عجبني. والقنطرة بتاعت الخلاط تبقى هتسهل على ست البيت كويس انها تغسل كويس، وحاجة كويسة يعني. فدي حاجة بجد اسعدتني ان انا اكون قدرت انفذ حاجة يعني ممكن تكون صعبة على ناس كتير، مع انها الحمد لله مش صعبة يعني. المساحة اللي انا بتكلم فيها هيت، وان شاء الله عصب وجديدة وتمسك جامد. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احب اخليكم تستمتعوا بالشكل من غير كلام. سلام عليكم.